قرؤونا كانوا بالجغرافيا يعلمونا على ايش؟ ارسم خارطة الوطن العربي، انه نحن عرب وهي البلاد اي نعم بلاد العرب اوطاني. لقينا لا بلاد العرب اوطاني ولا لقينا اي نعم خريطة الوطن العربي بتمت لنا بصلة، وسكروا حدودهم بوجهنا نحن السوريين كلياتها. اي نعم. وممنوع نفوت اي بلد عربي هلا. اي نعم. اي بلد بدنا نفوته مصيبه بنصطدم معهم، هذا اذا ما قتلوا المخترق الحدود. فلذلك اذا بتطلع اي نعم على الشيء اللي درسناه، نقرا التاريخ انه تاريخنا واحد، انه نحن امه وحده. نقرا القران كنتم خير امه اخرجت للناس، بلاقي حالنا مو امه وحده. نحن لانه هن على انفسنا هن على الله وهن على الناس الثانيين. نعم. فلذلك هو الأمة الإسلامية ما بتموت، ممكن أنه يصيبها السبات، والشعب هذا حي. صعيدوا لأولادنا لبلاد برا بس كلياتهم فتحوا مصالح، كله عم يشتغلوا برا. بتطلع بمصر اي نعم المطاعم اللي صارت، الشوارع اللي اي نعم موجودة غير شكل. بالسودان بتطلع عليهم اي نعم غير شكل مصالحهم وشغلهم. بتركيا طلعت على تركيا وشفتهم كيف على المطاعم، مطعم باب الحارة مسمينه مطعم ليالي الشام ومطعم أيام شامية، فتنا أكلنا عندهم جوا بالمطاعم. إيه نعم. تلاقي كل الناس يعني شعبنا ما بيشحت، شعبنا بيطلع لبرا بيشتغل وبيعيش من كده، مو شعب اتكالي. فإيه نعم برا إيه نعم حتى بلبنان أولادنا عم يشتغلوا بلبنان، ما بتسمع إلا إيه نعم بيقولوا لك إنه ضيقوا علينا، ضيقنا على مين؟ ليش لما إيه نعم أصاب بلادهم اي نعم مصائب ما فاتوا على بلادنا، ما استقبلوهم اهلنا جوا ببلادنا، ما قدموا لهم اكل وشرب وسكن وكل شيء والامان لحتى رجعوا. اي نعم سبحان الله. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. ما لقينا احسان. اي نعم. لكن ارض المحشر هي ارض الشام. ارض المحشر هي ارض الشام. الامم كلها تبدا تجي على الشام، وبدنا نقول لأولادنا وأولادنا يقولوا لأولادهم إنه ما كرمونا أبدا، إنه يوم بيجوا يوم المحشر بيجوا لهون أهينوهم مثل ما أهانونا، ولو ما طلع بإيدنا إنه نستد نحن عايشين. إيه نعم. فأولادنا وأحفادنا إن شاء الله لما بتجي الناس على أرض المحشر بيعرفوا كيف يعاملون. ما رح ننسى بحياتنا الشيء اللي صار ببلادنا واللي سووا فينا أبدا. إيه نعم. صرنا نعيش إيه نعم بغصة، نعيش حياة إيه نعم ندفن أولادنا وشبابنا بإيدنا. شوف الختايرة عم تموت بالجلطة والشباب عم تموت إيه نعم بالاشتباكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا وشريعتنا ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.